في عالم كرة القدم مفيش حاجة بتفضل ثابتة، والفرق الكبيرة دايما بتسعى تجدد دمها وتقوي صفوفها عشان تحقق البطولات والألقاب. مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الزمالك بيدور على تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد. في الفترة الأخيرة لفتت تصريحات مدرب الزمالك جوميز الأنظار بشكل كبير. جوميز اتكلم بصراحة عن اللي عايز يحققه مع الزمالك من بطولات، وإن الفريق عنده طموحات كبيرة جدا، بس علشان يحقق كل ده محتاج صفقات تدعم الفريق. أهم أولويات الزمالك في الفترة دي هي دعم الدفاع، اللي بسببه في أهداف بتدخل في الزمالك يقف عندها العقل والمنطق. والله زي ما بقولك كده، ومش هنبالغ لو قلنا إنها من أسباب خروج الزمالك من المنافسة على الدوري والجبهة الشمال، خصوصا بعد إصابات أحمد فتوح المتكررة، واللي آخرها كان إصابة في كاحل القدم واعتزال محمد عبد الشافي اللي هيكون في نهاية الموسم ده، ويبقى كده مفيش حد يعتمد عليه في الجبهة الشمال. ده غير ان الزمالك داخل في فترة مليانة تحديات وبطولات كتير، زي السوبر الافريقي، السوبر المصري، وكاس مصر. البطولات دي مش مجرد مباريات، دي غنائم الزمالك عايز يحصدها ويزين بيها دولاب انجازاته بعد ما فقد المنافسة على الدوري المصري. الزمالك دلوقتي قدامه فرصة ذهبية يعوض جماهيره ويحقق الألقاب اللي بترجع هيبته. الجماهير مستنية الفوز والفرحة، وعلشان يحصل كده لازم يشتغل على تدعيم صفوفه عشان يقدر يحقق الألقاب دي. الفريق قدامه فرصة يرد الاعتبار ويثبت انه دايما في المنافسة مهما كانت الظروف، وده اللي حرك الزمالك انه يبحث عن صفقات لعيبة مميزة يسدوا بيها ثغرات الفريق، ومسؤولين الزمالك بدأوا يتحركوا بالفعل لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. بس تيجي عقوبة إيقاف القيد على الزمالك لحد ما يتم سداد 39,000 دولار لمساعدي فيريرا، ويبقى كده الزمالك عليه 3 قضايا. دايما كده الزمالك يطلع من نقرة يقع في ضحضيرة، يدفع مستحقات خالد بوطيب يطلع له مستحقات مساعدين فيريرا. ومن أبرز الأسماء المرشحة على طاولة الزمالك محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود. توصل الزمالك لاتفاق مع محمد الجيلاني وكيل أعمال اللاعب، وتم الاتفاق على انتقال المهاجم لصفوف الزمالك في الموسم الجديد. وأكد وكيل أعمال اللاعب لأحمد سليمان إن محمود ممدوح يرحب بالانتقال لصفوف الزمالك، ومن المنتظر أن يعقد الزمالك جلسة أخرى مع اللاعب من أجل الاتفاق على بعض الرتوش النهائية. كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود في الوقت الحالي في مفاوضات الزمالك مع الحرس ووكيل أعماله، بس في أزمة، وهي إن اللاعب وقع مع نادي تاني بعد ما الزمالك اتأخر في التفاوض معاه. بس الزمالك بيحاول يشوف حل، دايما كده مفيش حاجة بتكمل للزمالك، لازم يبقى في عقدة. أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا توصل الزمالك لاتفاق مع اللاعب على الانتقال لصفوفه في الميركاتو الصيفي، واتفق الطرفان على الخطوط العريضة في التعاقد، ويتبقى فقط حسم الأمور مع نادي سيراميكا، خاصة وإن اللاعب ما زال مرتبط بعقد ساري حتى 2025. أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا اقترب الزمالك من التعاقد معاه، وعقدت جلسة بين أحد مسؤولين القلعة البيضاء مع اللاعب، وتم خلالها الاتفاق مع اللاعب على الانتقال للزمالك، وبينتظر حسم الأمور مع ناديه، حيث إن تعاقده مع ناديه ينتهي في 2026. محمد حمدي ظهير أيسر إنبي وضع مسؤول الزمالك اللاعب ضمن الحسابات، خاصة وإنه لاعب صغير في السن ومواليد 2003، وبيجيد اللعب في أكتر من مركز، بخلاف تشديد جوميز على دعم الجبهة اليسرى. صفقات اسمها بيلمع في سماء الزمالك، بس لسه مفيش تأكيد على إن أي صفقة فيهم تمت. لكن السؤال هو، هل النادي هيقدر يجيب الصفقات دي في ظل الظروف المادية الحالية؟ وبعد أيام من القيل والقال عن صفقات الزمالك لحد دلوقتي مفيش أي تأكيد غير على صفقة واحدة، وهي الباك الشمال إسحاق يعقوبو. وده اللي وضحه مهيب عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية إن إسحاق يعقوبو ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي أتم اتفاقه مع الزمالك من أجل الانتقال لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. لكن هل النادي هيقدر يتحمل تكاليف الصفقات دي؟ الزمالك بيعاني من أزمات مالية كتير، وده بيخلي في شكوك إنه يقدر يوفر الفلوس اللازمة للتعاقدات الجديدة. الإدارة الحالية بتشتغل على تدبير الموارد المالية، سواء من خلال رعاية جديدة أو بيع لاعبين. لو ما يقدروش يجيبوا الصفقات المطلوبة، ممكن الزمالك يعتمد على اللاعبين الشباب والمواهب الصاعدة. في شوية لاعبين واعدين ممكن يضيفوا للفريق لو خدوا بس الفرصة المناسبة، وده اللي قاله جوميز فعلا في تصريحاته بعد ماتش الداخلية، إن قائمة الزمالك الحالية مكملة في الموسم اللي جاي. وقال جوزيه جوميز في لقاء مع قناة أون تايم سبورت بعد المباراة: أفضل ما حدث أننا حصلنا على النقاط الثلاثة وتحقيق الفوز أمام الداخلية، بالإضافة إلى عودة شيكابالا والحصول على بعض الدقائق، وقد لا نتعاقد مع صفقات جديدة في الموسم الجديد، مشيرا إلى أن الأمر الأهم في الوقت الحالي هو حل مشاكل اللاعبين الحاليين قبل المشاركة في بطولات الموسم الجديد. واختتم جوميز تصريحاته قائلا:
أتابع كل الكلام المنتشر على السوشيال ميديا باهتمامنا بشراء بعض اللاعبين، وهذا غير صحيح. ونحن نحضر للمستقبل والميركاتو، ولكن قائمة اللاعبين الحاليين هم المستمرون في الموسم المقبل، ومن الممكن أن لن نتعاقد مع لاعبين جدد. من الآخر كده، في فلوس يبقى في صفقات، ما فيش فلوس يبقى ما فيش صفقات. مع كل التحديات دي، الأمل موجود بين جماهير الزمالك في قدرة النادي على تجاوز الأزمات ويجيب لاعبين يحققوا الطموحات. والسؤال المطروح، هل إدارة الزمالك هتقدر تلبي احتياجات الفريق باللاعبين الموجودين دلوقتي وتقدم موسم قوي للجماهير العطشانة للبطولات؟